السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد، عيب من العيوب الخبيثة. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو حسيت فعلا الفيديو فادك. زي ما قلت لكم في اول الفيديو هنتكلم النهارده عن عيب من العيوب الخبيثه. وطبعا يا جماعه انا لما بقول لكم حاجه زي كده بقول لكم عيب من العيوب الخبيثه، يبقى فعلا عيب خبيث جدا وعيب صعب جدا وعيب اللي انت تقدر تحدده. طبعا النهارده كان في عربيه الانترا اتش دي، وكان العربيه دي كان فيها مشكله تزييق ومشكله طقطقه وكان فيها كذا حاجه يعني. وفكينا العلبه عملناها وفكينا اجزاء العفشه كلها وراجعنا عليها كلها، وكان فيها بيض مقصات وبراد داخلي وتياش ميزان، كان فيها معظم العفشه يعتبر حاجاتها بايظه. واحنا طبعا بنقفل لاحظنا حاجه ومن الصعب اللي الواحد يلاحظها من غير الصدفه. انا بتكلم هنا بقى، مش بتكلم اللي انا احسن واحد في الدنيا وانا اللي بطلع العيوب اللي محدش بيطلعها، لا، هو الصدفه اللي بتلعب ساعات دورها، اللي انت ممكن تكتشف عيب. بس اهم حاجه تشغل دماغك. اول حاجه تعالى قرب هنا كده، ده مقص عربيه الانترا الاتش دي، والالنترا الاتش دي والكيا سراتو والكيا كارنز المقص بتاعهم واحد، التلاته ما يختلفش عن بعض. واللي شبيهه ليهم النيو اكسنت اللي هي 2010 شبيهه ليهم نفس الايه التكسيحه كده، بس مش نفس ما بيركبش عليهم. هم الثلاثه دول يركبوا على بعض. الكيا كارنز اللي هي الشكل القديم 2010 والاتش دي الانترا اتش دي والكيا سراتو 2010 بردك، دول الثلاث مقصات دول المقص واحد يركب على الثلاث عربيات. طب ايه اللي اكتشفناه النهارده في العربيه اللي هو عيب من العيوب الخبيثه؟ هل المقص معوج؟ لا، المقص مش معوج. هل المقص فيه غلطه؟ لا، ما فيهوش غلطه. هل الجلب بتاعته بايظه؟ لا. هل الجلبه راكبه باتجاه غلط؟ لا، بردك مفيش فايده، مفيش الكلام ده، كل حاجه على المظبوط وعلى التمام. طبعا المقص ده زي ما قلنا ده كده ار يعني يمين، ار ده بيركب في اليمين، والال بيركب في الشمال. ال بيركب في الشمال والار بيركب في اليمين. طب انا بقى اكتشفت حاجه، اللي النهارده اللي المقص اللي هو الار ده، المقص الار اللي هو بيركب في اليمين راكب في الشمال. ازاي يا جماعه؟ اكتشفته ازاي؟ اكتشفته طبعا انا وانا بفك القنطره. المقص ده بيبقى المقص اتجاه المقص، طبعا انا بتكلم عن الناس الصناعيه فاهمه حاجه. الجلبه الكبيره بتبقى راكبه من بره، والجلبه الصغيره بتبقى راكبه من ورا طبعا، والبيضه بتاعت المقص بتبقى راكبه كده من فوق بالشكل ده، بتبقى راكبه بالمسمارين دول في الشمعدان وبتركب في المقص بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا عشان انا حليت القنطره وجيت اركب، طبعا انا بحل المسمارين دول او هحل الصاموله بتاعه البيضه. طبعا عشان انا هركب القنطره لازم بعد ما ركبت وتمام التمام وقفلت كل حاجه عايز اقفل مقصاتي. جيت اقرص على المقص لقيت المقص ما بينزلش لتحت زي الطبيعي بتاعه، اللي انا لما باجي اقرص على المقص بينزل معاه مثلا حوالي مثلا 20 سم بالارتفاع ده، او 30 سم بارتفاع كده. المقص بينزل معايا والبيضه بتبات معايا مرتاح. هنا بقى لا، لما جيت انزل المقص واضغط عليه لتحت واضغط عليه بالشكل كده لقيت المقص ما بينزلش الا سنه بسيطه جدا، و لقيته ضائر في القنطره. فبصيت على طبعا زي ما انتم شايفين هو كده اتجاهه اللي كان راكب عليه، تعالى هنا اهو كده اهو زي ما انتم شايفين الار اهو، الار بيركب فين؟ في اليمين، والال بيركب في الشمال. بصيت على العلامه بتاعت المقص لقيته ار. طب ازاي يا جماعه؟ طلع بقى هم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين الكفه دي قلبينها، فكوا الثلاث مسامير وقلبينها. تعال بقى نبص هنا، بص زي ما انتم شايفين المقص عامل احتكاك ازاي، فين؟ عامل احتكاك في القنطره. ليه؟ مع اي خبطه او مع اي، ما هو ده لامس في القنطره كده، الجزء ده لامس في القنطره، مع اي خبطه او انت ماشي بالعربيه على العدل يفضل المقص ايه؟ ياكل في القنطره ويعمل صوت معاك تزييق ويعمل معاك صوت احتكاك جامد جدا في المطب. تعالى بقى نبص على المقص اللي هو الطبيعي، اللي هو اصلا ده اهو المفروض اصلا يركب نفس الاتجاه اهو، ده كده راكب غلط اهو.
كده انا ركبته هركبه الغلط. تعالى بقى نقلب المقص اللي هو اللي الطبيعي بتاعه يركب كده نفس اتجاه المقص ده، نفس اتجاه تعالى بقى نبص على البيضه هنا. ادي البيضه هنا يا جماعه ركبت، البيضه ركبت. تعالى بقى نركب البيضه هنا، البيضه مش هتركب زي ما انتم شايفين اهو. السن مش ايه، السن مش بايت السن. طب هو عمل الحركه دي، اوريكم عمل الحركه دي ازاي علشان ما حد، عشان تاخد بالك. زي ما انتم شايفين هنا هو كده المقص ده عدلته كده. لما اجي انا اركب المقص هركبه بالشكل ده، اهو عدلته. ده هيبقى معايا شمال، الجلبه بتبقى من ورا، الجلبه الصغيره بتبقى من ورا والجلبه الكبيره من قدام. هنا بقى اهو هو عكس المقص زي ما انتم شايفين. الكرف ده مش هنا، والعلامه بتاعه الهونداي والكيا مش هنا، يبقى ده معكوس. طب هو عمل الحركه دي ازاي؟ هقول لكم يا جماعه. هات الدريل. وحتى بردك ملاحظه، يعني لازم تاخد بالك من القصه دي، لانك انت افصل. هات الشاكوش. الكفه دي بدات تطلع معايا اهي. تعالى قرب. زي ما انتم شايفين ادي الكفه اهي. هعمل ايه؟ هفك الكفه خالص من مكانها. ليه بقى يا جماعه؟ لان ناس كتير قوي ممكن تبقى عنده مثلا عربيه عامله حادثه او فيها مشكله، فتروح عند صنايعي، بيبقى عايز بقى الصنايعي عايز يبيع اي حاجه. انا هعمل ايه؟ هقلب ده كده اهو وبيته بالشكل ده. قلبت انا المقص، الاتجاه ده كان فوق. هات المسامير طبعا هببات من هنا برشام. المسامير دي طبعا على زي نظام الجويد بتاع العجله، اهو. هات المسمار التالت زي ما انتوا. ده المسمار التالت اهو، المسمار التالت بصاموله. على بصوا يا جماعه، لما بتربط انت المسمار بيجمع ايه؟ بيجمع نفسه. المسمار التالت بقى مش ثابت، مسمار متحرك، بتمسكه كده بالشكل ده كده. ايه اللي حصل كده؟ انا رجعت المقص ده لطبيعته. بقى ايه؟ بقى يمين عادي، ادي اهو نفس الاتجاه. لما اجي اركب البيضه ايه اللي هيحصل؟ ادي اركب البيضه اهي، ادي البيضه ركبت هنا اهو، ركبت البيضه هنا وركبت البيضه هنا بالشكل ده اهو من فوق بنفس الاتجاه. الاول دي كانت معكوسه، كمان دي فيها دوران لفوق، فاستحاله العربيه تظبط معاك زوايا. مهما تظبط زوايا تلاقي العربيه بتحدف، مهما تعمل البدع، لان الكيرف بتاع المقص نفسه هو مش قلب الكفه بس، المقص نفسه الكيرف ده ليه وضع، هم عاملين له وضع. ليه؟ بدليل ايه؟ لما جيت انزل المقص ما نزلش معاه لاخره. لو ده الكفه دي بتتقلب وما بقاش فيها شمال ويمين، ما كانش عمل لك مقص مكتوب عليه ال وار. في مقصات بتركب شمال ويمين ما تلاقيش مكتوب عليها ولا ال ولا ار، ولا في شمال ولا في يمين. في مساعد بيبقى بيركب يمين وبيركب شمال، ما بيبقاش مكتوب عليه ال ولا ار. الحاجه اللي بتبقى مكتوب عليها ال وار يعرف حتى لو الاثنين متشابهين شبه بعض وانت مش حاسس باختلاف فيهم، اعرف اللي هو هيخلف معاك زوايا، مش هيظبط معاك زوايا، خلي العربيه تحدف منك، هيعمل لك مشكله كبيره في العربيه وانت مش حاسس. زي العربيه دي بالظبط،
يعني لولا احنا اكتشفنا بالصدفه واحنا بنقفل ما كانش حد يكتشف العيب ده. والله العظيم متهيألي ما كانش حد يكتشف العيب ده غير بالصدفه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وشكرا ليكم في قناه موهبه سيارات مع وليد حسين.